اخباركم ايه؟ النهارده هكلمكم على حاجه مهمه بتسالها كتير، ازاي نتعامل مع التطعيم؟ يعني ابنك تم الشهرين او تم الاربع شهور ورايح ياخد تطعيم الصحه، فالام دايما تقول لي يا دكتور انا رايحه بكره اطعم الواد، اعمل ايه؟ طيب ركزوا معايا. الموضوع بسيط جدا ولازم نعرف شويه ملحوظات. مفيش حاجه اسمها اصل تطعيم الشهرين اكتر واحد صعب، الاربع شهور بص بتختلف من طفل للتاني. مش شرط ان الطفل يسخن، لان في امهات تقول لي بص ابني ما سخنش كده التطعيم ما اشتغلش. لا عادي جدا اشتغل، ومش شرط ان الطفل يسخن. خلاص. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب بسيط جدا. اولا هندي دواء السخونيه لو سخن. في ناس تقول لك ايه ادي دلوقتي، ادي اول ما تروح. كل ده غلط. لو سخن فقط، وما نستعجلش في ان احنا ندي دواء السخونيه. طب ايه دواء السخونيه اللي بنستخدمه؟ طبعا على حسب عمر الطفل ووزنه. يعني عند الشهرين والاربعه هو الستال. طب هدي قد ايه يا دكتور؟ كام نقطه؟ الستال النقط، شوف ابنك وزنه كام. ما انت راح الطعميه كده هيوزنوه، مثلا طلع 5 كيلو يبقى 2 في 5 10 نقط، اللي هو نص قطره تقريبا. خلاص. طب 6 شهور واكتر ينفع ستال وينفع بروفين. طب الستال النقط لو ناقص قد ستال شراب ينفع اشوف وزن الطفل واقسم على 4. يعني مثلا لو الطفل 8 كيلو على 4 يبقى 2 سم. طب البروفين جرعته كام؟ بنقسم على 2. يعني مثلا الطفل وزنه 10 كيلو ياخد 5 سم كل 6 ساعات، وهكذا. والستال كل 6 ساعات. طيب لو الطفل مثلا حصل ان مكان الحقنه كلكعت، اعمل ايه؟ بنعمل كمادات فتره خالص جدا، 3 4 مرات في اليوم. والموضوع كله محتاج صبر. هو بيبقى يوم صعب فيه زن كتير، فمعلش هو يوم كده بيبقى ايه، يعني محتاج مننا صبر. الطفل بيقعد يوم او يومين وخلاص. لكن لو السخونيه طولت اكتر، او ان الكلكعه دي بقت اكبر واحمرت وفي مشكله، لازم تزوري دكتورك بسرعه. وارد يكون في مشاكل تانية محتاجه فحص الدكتور عشان نقدر نتدخل بالشكل السليم. وطبعا في تعليمات مهمة لازم تكونوا عارفينها. أولا قبل التطعيم بنص ساعة يفضل إن الطفل ما يكونش راضع، لكن لو اتطعم مفيش مشكلة إن أنت ترضعيه على طول خلال الربع ساعة اللي هي بعد التطعيم. وحاجة كمان، عشان في أمهات بتسأل برضو على الجروبات تبقى محتارة، الطفل ياخد التطعيم لما يبدأ الشهر التاني ولا لما يتم الشهر التاني الرابع، ولا لما يتم الشهر، يعني لما يفوت على ولادته شهرين 60 يوم. كذلك الأربع شهور لما الأربع شهور يخلصوا يبقى على أول الخمس شهور، في نهاية الرابع وبداية الخامس. كذلك الست شهور لما يتم الست شهور، عشان الأمهات بتتلخبط وتبقى محتارة تعمل إيه في القصة دي. لو شايفين ان الفيديو ده مفيد، يا ريت تشيروه لكل الامهات وتعملوا لايك عليه عشان يظهر لكل الناس وكل الناس تستفيد منه. شكرا.